جرامر يونت 3 من قواعد الجرامر السهلة والبسيطة اللي ان شاء الله مش هتاخد مننا اي وقت. يونت 3 موضوعها ازاي نستخدم المضارع المستمر للدلالة على المستقبل، وازاي نستخدم الطريقة التانية اللي هي am, is, are, going to. يلا نبدأ. بالنسبة للمضارع المستمر زي ما انت شايف بيتكون من am او is او are والفعل عليه ing. طبعا am بتيجي مع I وis للمفرد وار للجمع. له استخدامين اتنين، يا اما حاجة بتحصل دلوقت او اليومين دول، حاجة مؤقتة يعني مش حاجة دايمة، زي مثلا هما بيقيموا دلوقتي في شقة في اسكندرية لمدة يومين او اسبوع، فنقول they are، they هما، are للجمع، staying، they are staying in a flat، بيقيموا في شقة فين؟ in Alex. لو حد بيجري دلوقتي فنقدر نقول هو بيجري الآن. طب نقولها ازاي؟ he is running. طب انا ليه قلت is؟ عشان هي مفرد، يبقى am مع I، is للمفرد، are للجمع. ترجم انت دي بقى. لو انا بقول لحد هو نايم دلوقت يبقى he، برافو، he is sleeping. وكلماته في الحالة ديت now، look، listen، at present، at the moment، still. now look listen at present at the moment still. now يعني الآن لأنه طبعا بيحدث الآن. look يعني انظر. look she is playing. listen يعني اسمع. listen they are speaking. و at present في الوقت الحاضر، و at the moment في هذه اللحظة، و still يعني ما زال. يعني لو جاب لي جملة زي مثلا they play now، أفهم من now إن الكلام في زمن المضارع المستمر، يبقى they are وبلاي وعليها ing. طب هل في استخدام تاني لزمن المضارع المستمر؟ ايوه، وهو ده موضوع النهارده. المضارع المستمر ممكن يدل على مستقبل مرتب له. يعني ايه مستقبل مرتب له؟ يعني انا وصاحبي متفقين ان احنا نتقابل يوم الجمعة الجاي بعد الصلاة الساعة 2 مثلا. حددنا المكان، حددنا الزمان، ومتفقين احنا الاتنين على المقابلة. فاقول I am visiting my friend. امتى؟ next Friday. طب مثال تاني، لو انا معايا التذكرة اللي هسافر بيها الى امريكا، فحصولي على التذكرة هو ده ترتيب لحاجة هتحصل في المستقبل. إذن أقول أنا مسافر أمريكا الجمعة الجاية، فأقول I am traveling to America next Friday. الخلاصة إن المضارع المستمر له استخدامين، إما حاجة بتحصل دلوقت وقت ما أنا بتكلم أو اليومين دول، أو حاجة هتحصل في المستقبل بشرط إنه يكون مترتب ليها. ومن أشهر الكلمات اللي معناها يرتب فعل اسمه arrange. لو شفته أجري على طول وآخد مضارع مستمر يرتب. فعل كمان اسمه prepare،
يعد ويجهز. كلمة كمان اسمها everything is okay، يعني كل شيء على ما يرام، يعني تم الترتيب. الطريقة التانية للدلالة على المستقبل am is are going to المصدر. هتقول لي هو مش الأسلوب دوت معناه يذهب إلى؟ أيوة حقيقي، هي معناه يذهب إلى لو جه وراها المكان. يعني مثلا she is going to Alex، كده جه بعد التركيبة is going to جه وراها المكان، يبقى معناها يذهب إلى. أما لو جه وراها الفعل في المصدر فده موضوع النهاردة. she is going to study. كده study مش مكان، إذن is going to بقى معناها سوف. طب ماشي، بتدل على المستقبل امتى؟ في 3 حالات. خطة، حاجة في دماغي هنا مخطط ان انا اعملها، بلان. نية، حاجة انا ناوي ان انا اعملها، برضو هي في دماغي. وانتند ينوي، وانتنشن النية نفسها. او قرار، برضو قرار هنا، كله انسايد، كله في الدماغ. يقرر يعني ديسايد، وقرار decision. يبقى طريقة am is are going to تستخدم للدلالة على المستقبل المرتبط بخطط ونوايا وقرارات لسه في الرأس. مثال، هما مقررين ان هما يعيشوا في كندا. طب هما معاهم فلوس يسافروا كندا؟ ممكن يكون لا. حجزوا التذاكر لكندا؟ لا. باعوا أملاكهم في مصر؟ لا. هي نية. فيقولوا we are going to live in Canada. تعال نحل ال4 جمل دول. I can't play with you، أنا مش هقدر ألعب معاك. ليه؟ أنا هزور my friend tomorrow. الله الله الله، ده أنت مش ناوي تزوره بقى، ده أنت مرتب للزيارة. زيارتي لصديقي محتاجة ترتيب واتصال واتفاق. إذن أحط فيزيت في طريقة ألف ولا ب؟ بالظبط ألف. يبقى I am visiting my friend. am visiting. الجملة التانية he leave for Paris، هيتجه لباريس as arranged، كما هو مرتب. كما هو مرتب as arranged. يبقى طريقة المضارع المستمر يبقى he is leaving. برافو. 3 he buy a car، هيشتري عربية. he planned that، هو مخطط لكده. مين اللي بيجي مع الخطط؟ برافو. am is are going to، وهي تاخد is يبقى he is going to buy a car. جملة نمبر 4 my friends stay in tonight، صحابي هيقيموا الليلة معانا. they decided to spend some time with us، قرروا ان هم يقضوا بعض الوقت معانا. decided قرار، والقرار بيجي مع am is are going to. يبقى they are my friends، يبقى my friends are going to stay. وننتقل للجزء الأخير في يونت 3، وهو الصفات المنتهية بإيدي والصفات المنتهية ب-ing. في قاعدة بتقول ed للمكتسب ing للمسبب. ed للمكتسب ing للمسبب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اول ما تكون الصفة عليها ed يبقى صاحبها هو مكتسب الشعور، هو اللي حاسس بالشعور. مثال amazed صفة منتهية بإيدي، يعني هو اللي منبهر،
هو اللي حاسس بالانبهار، عكس amazing. amazing يعني مبهر، يعني مدهش، يعني مسبب الدهشة لغيره. محمد صلاح لاعب ليفربول is an amazed player ولا amazing player؟ برافو، amazing، لأن هو المسبب للدهشة والانبهار. إنما amazed ده المكتسب، إحنا اللي اكتسبنا الانبهار منه، فإحنا الفانز، إحنا الجماهير amazed. أما محمد صلاح amazing. لما أشوف أسد بيجري ورايا فأنا بشعر بالخوف، أنا المكتسب للخوف، يبقى أنا برافو frightened. بعكس ما أقول الأسد يكون، لو بدأت الجملة بالأسد the lion يبقى الأسد is frightening، نزود ing. قول أنت دي بقى. الفيلم مثير، برافو the film is exciting. طب أنا اللي مثار بالفيلم I am excited وبس يا سيدي. I am pleased أنا سعيد، أنا اللي مكتسب السعادة to share my videos with you. Bye.